كنتي ما فيكش الخلعه وباغي تبدا فواحد الدومين ديال ستريس، مرحبا بك، هذه هي بلاصتك. دابا هنا فين كيبدا المشكل. بزاف ديال الناس كيشوفوا الثمن ديال المنتوج كيحسبوا الربح بالزربه، ولكن هذا هو اكبر غلط، حيت الثمن الحقيقي ماشي غير ديال السلعه، كاين الشحن، الديوانه، الضرائب، حتى المصاريف الصغار بحال التيفي، الباكاجين، ترونسبور وسط من الشينوا حتى الميناء ولا وسط من البلاد اللي غتامبورتيو منها باش ما نفوكسيوش غير على الشينوا. المصاريف بشحال غادي تحول لك البنكه، ما غتحولش لك بيان سور فابور، الانسبكسيون ديال السلعه والتخزين الا تعطلات، لي فري ديال اللابو الا كان فيها اللابو، وهادشي كامل كيبدل الحساب. مثلا منتوج الثمن ديالو 20 درهم يقدر يوصل لك لهنايا ب 40 ولا ب 50 درهم، وهنا كيبان الفرق، واش غادي تربح ولا غادي غير تقدر بلاصتك. ولكن المشكل بزاف ديال الناس ما عارفينش كيفاش يحسبوا هادشي، وهنا كيجي الحل. كاين واحد الفيديو اللي شرحنا فيه منصه اللي سميتها تجاريه اللي كتعاونك شحال غادي تخلص ضرائب وهادشي كامل. وفي الصراحه باش نقول لكم واحد القضيه بيني وبينكم، حنا في الاول كنا مبريبارين باش اننا نوجدوا كيفاش غادي نحسبوا هادشي هذا، ولكن من بعد ما عرفنا بان خرجات منصه ديال التجاريه قلنا اننا نرجعوا للفيديو اللي كان ديجا تحت باش تفهم اشنو القوانين وشحال الضرائب ستيب باي ستيب باش ما تطيحش في مشاكل. وديما خاص دير في بالك بان تقدر تخرج السيركولار ديال الديوانه الليله ونهار اللي تقلب لك كلشي. الور نحسب حساب ديالي مزيان ونبقى راد البال مع لي ميزاجور اللي كيداروا، وخلي في بالك بان اللي فاهم الحساب واللي كيحسب مزيان هو اللي كيتحكم في الربح ديالو، ماشي اللي غير كيشري. هذه البارت 5 ديال من زيرو حتى الاول امبورطاسيون ديالك. البارت 6 غادي نخطيو واحد الخطوه اللي حقيقيه في التطبيق، نخطيو خطوه حقيقيه في التطبيق هي هذيك. دابا دير فولو باش تكمل من الزيرو حتى الاول بها، وهذا ما كان.